مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد آخر من برنامج حصيلة الكان. حقق منتخب مالي الفوز على نظيره الجنوب افريقي ب2-0 مساء امس الثلاثاء في ثاني مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لكأس افريقيا لكرة القدم التي تقام حاليا في ساحل العاج. وأهدر بيرسي تاو نجم منتخب جنوب افريقيا وفريق الأهلي المصري فرصة التقدم لفريقه من نقطة الجزاء في الدقيقة 19. وكانت الركلة المهدرة نقطة تحول لصالح مالي التي عززت حرصها الدفاعي وبدأت تهدد مرمى منتخب البافانا. وفي الشوط الثاني حسم منتخب الإيجلز المباراة لصالحهم بتسجيل هدفين متتاليين عن طريق هاماري تراوري ولاسينا سينايوكو في الدقيقتين 60 و66 على التوالي. بهذا الفوز يتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، متفوقا بفريق الأهداف عن نظيره الناميبي الذي فاز على تونس 1-0 في وقت سابق من يوم الثلاثاء. والآن إلى أخبار المنتخب الوطني المغربي، حيث استهل أسود الأطلس مشوارهم في نهائيات كأس إفريقيا بالكوت ديفوار بالانتصار على منتخب تنزانيا ب3-0. افتتح عميد الأسود غانم سايس التسجيل في الدقيقة 30 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني الذي عرف طرد لاعب منتخب تنزانيا نوفاتوس ميروشي تمكن عز الدين أناحي من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 77 بعد تبادل مميز للكرة مع البديل أمين عدلي. 3 دقائق بعد ذلك نجح يوسف النصيري في تسجيل الهدف الثالث بعد عرضية مميزة من الظهير الأيمن أشرف حكيمي. ويعد هذا الانتصار هو الأول للعرب في هذه الدورة بعد تعثر كل من مصر، الجزائر، تونس وموريتانيا. وللحديث أكثر عن الفوز الأول لأسود الأطلس في كان الكوت ديفوار، سعيد جدا باستضافة الزميل الصحفي والمعلق الرياضي المحجوب الزكي من دولة الإمارات العربية المتحدة. المحجوب، مرحبا بك معنا في برنامج حصيلة الكان. شكرا زميل مولود، اهلا وسهلا، سعيد جدا بان نكون معك في هذه الحلقه ولكي نحلل الاداء الجيد الذي ظهر به المنتخب الوطني المغربي في اولى مبارياته في الكاس افريقيا بكوت ديفوار. ان شاء الله بحول الله اتمنى ان نكون خفيف الظل عليك وعلى متابعيك ان شاء الله. إذن فوز ممتاز وبداية ممتازة لأسود الأطلس نتيجة وأداء خاصة في الشوط الثاني. إذن المحجوب، ما هي قراءتك وتحليلك للمباراة؟ شكرا مرة أخرى زميل مولود. بالنسبة للمباراة الصراحة أنا شخصيا كنت غير متفائل، ليس بالدرجة الكبيرة وإنما على الأقل لما قدمه المنتخبات العربية التي دخلت المنافسات على مستوى كأس إفريقيا، خصوصا المنتخب المصري وتعادله مع المنتخب الموزمبيقي، تعادل كذلك المنتخب الجزائري رغم أنه قدموا مستوى خرافي في الشوط الأول أمام المنتخب الأنغولي، وكذلك لم يحتفظ بالتقدم المنتخب الجزائري واستقبل هدف التعادل في الشوط الأول. بالنسبة كذلك للمنتخب الموريتاني خسر أمام المنتخب البوركينابي، والمنتخب التونسي بالأمس خسر كذلك بهدف واحد مقابل لا شيء. اليوم طبعا كنت متخوف كثيرا على العناصر الوطنية، ليست تقليل من امكانيات العناصر الوطنيه ولا كذلك وليد الركراكي، وانما في ظل الاجواء التي تجرى فيها المنافسات الافريقيه حاليا، وفي ظل درجه الحراره المرتفعه تصل تقريبا الى 36 درجه، والرطوبه ممكن ترتفع الى 80 الى 85% الرطوبه. يعني كنت متخوف كثيرا على الا يذهب لاعبو المنتخب الوطني المغربي او لا يقدروا على استكمال المباراة، ولكن وليد الركراكي واللاعبي المنتخب الوطني المغربي أخذوا الدرس بشكل جيد وبشكل إيجابي من المباريات الماضية، قدموا مستوى خرافي، قدموا نتيجة رائعة جدا، أرجعوا أو أعادوا الثقة للمنتخبات العربية في المباريات القادمة إن شاء الله بحول الله، رغم أن المباراة صحيح أقيمت في تمام الساعة 5 عصرا بتوقيت دولة الكوت ديفوار، وإنما إن شاء الله بحول الله المنتخب الوطني المغربي فهو قادر في ظل هذا النهج وفي ظل هذا التفاهم وفي ظل هذا الانسجام سواء مع اللاعبين الرسميين الذين دخلوا كرسميين وكذلك سواء مع اللاعبين الاحتياطيين. لاحظنا
أمين عدلي لما دخل، والتبادل الكروي بينه وبين اللاعب عز الدين أوناحي هذا الأخير الذي سجل الكرة الهدف الثاني رائعة جدا. وأضاف اللاعب يوسف النصيري الذي التحق بالهداف الأسطوري أحمد فرس بالهدف رقم 20، وما زالت أمامه مباريات عدة لكي يتجاوز الهدف 20، دون أن ننسى كذلك الهدف التقدم اللاعب رومان سيس والذي ارتد من حارس المرمى التنزاني بعد كرة رائعة جدا من حكيم زياش. ثلاثية بيضاء، 3 نقاط، أداء رائع وخرافي للعناصر الوطنية، تعطينا مؤشر إيجابي جدا بأنه لدينا منتخب وطني المغربي لكي ينافس إن شاء الله بحول الله في باقي المباريات، رغم أن المباراة الثانية أمام الكونغو الديمقراطية ستجري يوم الأحد في الساعة 2 إن شاء الله ظهرا، لكن إن شاء الله بحول الله ثقتنا كبيرة جدا في العناصر الوطنية لكي تحقق المراد، لكي تحقق التأهل في وقت مبكر إن شاء الله بحول الله، لكي نلعب مباراة الثالثة بارتياح كبير، ولكي نعطي كذلك أو يعطي وليد الركراكي للاعبين الاحتياطيين أكثر جاهزية، وكذلك يعطيهم فرصة للعب المباراة التالية بأريحية، الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة لمنافسات كأس إفريقيا بأريحية كبيرة جدا. شكرا لك الزميل المحجوب الزكي الصحفي والمعلق الرياضي من دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه القراءة الفنية لمباراة منتخب المغرب وتنزانيا. وفي آخر مباراة من دور المجموعات لكأس إفريقيا بالكوت ديفوار، ولحساب نفس مجموعة المنتخب الوطني المغربي، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثل على مباراة منتخب زامبيا والكونغو الديمقراطية. وافتتح المنتخب الزامبي التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب كينغز كانغوا، قبل أن يعدل المنتخب الكونغولي في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب إيوان ويسا. وإلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حصيلة الكان. نترككم مع برنامج مباريات يوم غد من كان الكوت ديفوار. إلى اللقاء.